السلام عليكم ايها الرائعون. سوف نتحدث اليوم سويا عن عضله البايسبس. العضله دي كلنا عارفين ان هي اسمها ذات الراسين او عضله اللي هي براسين. طيب الفكره كلها فعلا ان هي ذات الراسين وتكون من راس قصير وراس طويل، لونج وشورت. اللونج فين والشورت فين؟ الشورت من الداخل واللونج من الخارج. طيب الناس كلها بتحتار دايما وهي ماسكه البار، يقول لك وانا ماسك ضيق هطلع لبره وانا ماسك واسع هدخل لجوه. الفكره كلها مش موضوع جوه وبره، احنا عملنا عمليه التني للمرفق فالعضله اشتغلت، اللي جوه واللي بره اشتغلت. ما تشغلش نفسك، وكده كده المسكات دي بتاعت البار ممكن كده كده تاذي الريست بتاعك. نتكلم بقى شويه عن عضله البايسبس. العضله زي ما قلنا جزئين، الجزء الداخلي اللي هو القصير بيبدا من عظمه اللي هي بتاعت الاسكابولا من جزء اسمه الكوركويد بروسيس اوف ذا سكابولا. عملاق هذا الرجل. والجزء الثاني بادئ من العظمه بتاعت الهيومرز من جزء منها العلوي هكذا بوم 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 هكذا، وداخله فيه مفصل الكتف. وناس كتير بيحصل لهم مشاكل في الوتر ده، خدوا بالكم مش عايزين ندخل في الموضوع ده. فهي الجزئين دول جزء من عظمه الهيومرز اللي هي العضد، وجزء ثاني من الكروكويد اوف بروسيس بتاع الاسكابولا. الاثنين الوتر من هنا المندغم او الاورجن بتاعها الاورجن هنا والاورجن هنا بينزلوا مع بعض، وبعدين بيلتقوا هنا في النص ويروحوا لغايه تحت في الراديوس. فالاثنين بيتجمعوا مع بعض هنا في النص وبيبقوا عباره عن نسيج واحد، وبعد كده يروحوا يندغموا في الراديوس اللي هي تقريبا القعبره. تمام؟ وتمت اذن عمليه التني والفرد وخلصنا من الموضوع. عملتها بالدمبل، عملتها بالبار، انسى موضوع بره وجوه. وفيها كمان في موضوع الجيناتيك، لو انت يا رجل عندك العضله قصيره مش هتطول، عندك العضله طويله مش هترفع. كلام زياده هذا. الفكره كلها ان العضله تبقى شكلها ثابت لان ربنا خلقها كده. لو جينا بصينا على الستيج وشفنا العمالقه اللي بيعرضوا نفسهم على الستيج وكلهم ابطال وكلهم اساطير، ولكن ليه واحد بيفلح؟ لانه جينيا قوي يا رجل، مش بايده، هذه هبه من الله. تحياتي اتمنى منكم يقولوا اقفل يا ابني. جود نيوز.